طيب الله أوقاتكم بكل خير، يا مرحبا فيكم يا أصدقائي في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن آخر تحضيرات منتخبنا الوطني الأول قبل خوض مباراة الدور التمهيدي. مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب سريلانكا، الدور التمهيدي المؤهل إلى التصفيات المشتركة، تصفيات كأس آسيا وكأس العالم. منتخبنا الوطني سيلعب ضد منتخب سريلانكا مباراتين بنظام الذهاب والإياب، بنظام خروج المغلوب. منتخبنا الوطني حاليا في القاهرة يلعب مع بعض الأندية المصرية، ركزوا معي، يلعب مع بعض الأندية المصرية من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية، وكالمعتاد لا جديد يذكر. منتخبنا الوطني لن يلعب أي مباراة ودية ضد أي منتخب قبل خوض مباراة الدور التمهيدي والتأهل إلى التصفيات المشتركة، تصفيات كأس آسيا وكأس العالم. منتخبنا الوطني لعب اليوم مباراة ضد أحد الأندية المصرية نادي وادي دجلة، وتمكن منتخبنا الوطني من الفوز عليه ب3 أهداف دون مقابل. لن نتحدث عن هذه المباراة لأنها مباراة ليست مهمة، ولم يلعب منتخبنا الوطني ضد أي منتخب، يعني بعض الأندية المصرية. إحنا نستحي إن إحنا نتكلم بهذه الأشياء، إن منتخبنا الوطني يواجه نادي من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة، هذا كله بسبب الاتحاد اليمني لكرة القدم. عموما هذا شيء ما يخصناش، إحنا فقط واجبنا نساند منتخبنا الوطني، منتخباتنا الوطنية بشكل عام. فيما يخص منتخبنا الوطني للناشئين ليس هناك أي جديد يذكر، باستثناء أن الاتحاد اليمني لكرة القدم أعلن قبل فترة بأنه أعد وأقر خطة لتجهيز منتخبنا الوطني للناشئين لخوض بطولة اتحاد غرب آسيا التي ستنطلق بعد شهرين من تاريخ نشر هذا الفيديو في عمان، النسخة العاشرة. منتخبنا الوطني سيلعب مباراة التأهل إلى تصفية كأس آسيا وكأس العالم ضد منتخب سريلانكا يوم 12 من هذا الشهر ويوم 17 من هذا الشهر. منتخبنا الوطني سينطلق خلال هذا الأسبوع إلى أبها، مكان إقامة مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب سريلانكا. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله إن منتخبنا الوطني يقدم مستوى جيد ويتأهل إلى التصفيات المشتركة. فيما يخص النقل التلفزيوني لمباراة منتخبنا الوطني، فإن الاتحاد اليمني لكرة القدم وقع اتفاقية مع شركة انترون ناشيونال للحصول على حقوق البث لمباراة منتخبنا الوطني مقابل الإعلانات التجارية، مقابل السماح لهذه الشركة بالإعلانات التجارية. يعني مباراة منتخبنا الوطني سيتم بثها سواء في الدورة التمهيدي أو في التصفيات المشتركة، في حال تأهل منتخبنا الوطني إلى التصفيات المشتركة. مباراة واحدة فقط تفصلنا عن التصفيات المشتركة، لكن لم يتم الإعداد لهذه المباراة بشكل جيد، وكالمعتاد منتخبنا الوطني يلعب مع بعض الأندية المصرية. هذا كل ما كان لدينا في هذا الفيديو، بالتوفيق لجميع منتخباتنا الوطنية. وبالأخير إذا أنت مهتم بهذا الشأن وأعجبك المحتوى اشترك بالقناة، انزل تحت واشترك بالقناة، أنت مش خاسر حاجة. وبالأخير تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.